نروح ولا مش مستاهله؟ ده اللي انا بفكر فيه. انا لو اتحطيت في موقف زي ده انا هقدم، ولو اتقبلت هروح، هنيجوشيت برضه وهعمل كل حاجه، ولكن هيكون الدافع بالنسبه لي ثلاث حاجات. اولا اهو انا اكون قاعده بعمل حاجه بدل ما انا مش لاقي حاجه اعملها وغضبانه وزعلانه وقلقانه وخلاص، اي فلوس داخله برضه. ثانيا انه انا هبني نتورك لما اشتغل، هتعرف على ناس والناس دي ليها ناس تعرفها فبالتبعيه هكون انا بنيت نتورك، بحيث انه لما الدنيا تتحسن شويه يبقى ليا سكك كتير اقدر امشيها، او انفلكس اعلانات الوظائف يكون ريلاتيفلي اعلى. هل كلامي واضح ولا ايه؟ مش عارف. بالتوفيق يا جماعه، وواحده واحده، هي فتره وهتعدي. والافكار السوداء اللي بتيجي في الدماغ دي في الفتره دي بالذات، هو المخ بيحاول انه يحمينا، فبيقعد يفكر في الورست كيس سيناريو، بيفكر في اسوأ حاجه ممكن تحصل. دي مش معناه انها حقيقه ومش معناه انها هتحصل، هو بس المخ بيحاول ايه. اوكي، واحده واحده، فتره وهتعدي وهنعمل كل